واحد كان مستني يشوف افتتاحية بطولة للمنتخب حلوة، منتخب جه عكنن عليك، ده غير الامتحانات اصلا. فبس كده بنعود تاني، وانا احمد خالد، والنهارده بقى ايه اول حلقة من حلقات بطولة فتعال بقى نشوف ايه الدنيا دي. تعالى بقى ايه ندردش شوية كده مع بعض ونشوف ايه اللي حصل في الماتش، او مفيش حاجة حصلت اصلا، هو ده ما كانش ماتش اصلا. بس تعالى برضو ايه ندردش كده مع بعض شوية عن منتخبنا ونشوف ايه اللي حصل في افتتاح المجموعة التانية من بطولة افريقيا 2024 اللي ابتدت بمنتخبنا الوطني الدنيا منتخب مصر في مواجهة منتخب موزمبيق، اللي كان قدامه مهمة صعبة تكاد تكون مستحيلة. والصراحة ده اللي كنا فاكرينه عادي، ايوه، عشان اللي حصل كان عكس كده تماما. عندك بقى من بداية من التشكيلة اللي ما كانتش افضل حاجة بالنسبة لمنتخبنا، وانا مش هضحك عليك واقول لك اني عارف لعيبة منتخب موزمبيق، ما يصحش يعني، عيب. وهو فعلا عيب اللي حصل من اللعيبه. خد عندك بقى كسل واستهتار واستسهال بالخصم، وتحديدا بعد هدف مصطفى محمد العالمي افضل لاعب في مباراه النهارده، والوحيد اللي كان بيلعب بقلب وروح عكس باقي اللعيبه التانيه خالص، اللعيبه اللي قدمت كوارث حقيقيه على ارض الملعب. بدايه بقى من خط الدفاع اللي كان في التوهان خالص، من قلبين الدفاع محمد عبد المنعم واحمد حجازي في هدفين منتخب موزمبيق، وطبعا حدث ولا حرج على الظاهرين محمد هاني ومحمد حمدي اللي ولا عارفين يقدموا مسانده هجوميه ولا اصلا عارفين يعملوا واجباتهم الاساسيه اللي هي الدفاع، وتغطيات غلط وكل حاجه غلط. وهنا بقى علامه استفهام كبيره قوي، ازاي منتخب بحجم منتخب مصر كبير افريقيا ما عندوش باكين بيعرفوا يعملوا عرضيه مظبوطه؟ وهنا نحط علامه استفهام على اختيارات المدير الفني روي فيتوريا. وتعالى نطلع قدام شويه لخط النص، خط النص اللي بيجيب شلل باللي انت بتشوفه، خط نص ما بيقدمش حاجه للمنتخب. وحمدي فتحي مش ده حمدي فتحي اللي بنعرفه ايام الاهلي، فاكر حمدي فتحي وادواره الزياده الهجوميه المطلوبه، ولكن للاسف محدش كان بيستغلها. ننقل على الجناح اليمين، افضل لاعب في مصر احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو اللي بيظهر باداء باهت جدا زي ده، ولا تسديده صح ولا عرضيه صح، مش هو ده زيزو اللي كنا بنتفرج عليه مع الزمالك. بس ماشي، نخش بقى على ثلاثي الهجوم، تريزيجيه اللي كان بيحاول وبيجتهد وبيعافر وجاب كرة في العارضة، ولكن في المجمل ما كانش سوبر يعني بالطريقه المطلوبه. وطبعا صاحب الهدف احسن لاعب في المنتخب النهارده من وجهه نظري مصطفى محمد، اللي احرز هدف يدرس بالمعنى الحرفي، هدف جميل جدا بكل تفاصيله. اما بقى عن كابتن منتخب مصر منتخبنا الوطني احسن لاعب في انجلترا وليفربول محمد صلاح، ده في روايه بقى تانية لوحده. المو صلاح بقى اللي النهارده كان مركزه صانع لعب تحت المهاجم مصطفى محمد، وزيزو هو اللي كان على اليمين مش العكس، حاجه كده زي ليونيل ميسي مع الارجنتين في كاس العالم. صلاح اللي قدم اداء عادي جدا على ارض الملعب، اداء مش هو ده المطلوب ولا ده المنتظر منك يا صلاح. الشعب المصري دايما معلق امله وطموحاته عليك انت بس من الجيل الحالي، وده مش من فراغ. انت واحد في الدوري الانجليزي بتاخد بره افضل لاعب، الهداف، بيكسر ارقام قياسيه، فمن الطبيعي ان هم يعلقوا املهم وطموحاتهم عليك، وخصوصا في بطوله دي اللي انت عايز اصلا تاخدها. ولكن في مجملها مباراه سيئه جدا من كل النواحي ومن كل الجهات. تعادل 2-2 مع منتخب زي موزمبيق في البدايه، واللي اصلا مفروض يكون ماتش سهل، بس احنا اللي صعبناه على نفسنا. هنرجع نقول كده في الاخر، لكن ان شاء الله هنقول برضو بداية التصحيح هتكون قدام ماتش غانا الماتش الجاي. فبس كده الدردشة النهاردة خلصت، سلام.